السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله تلقاكم وانتم في احسن الاحوال. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون ليكوت في الكيكوت بلا قطره ماء ورافقتها مع البطاطا باش تكون وجبه كامله. نبداو بطريقه التحضير. هنا في لاكوكوت جبت الكميه اللي بغيتها نتاع ليكوت، حطيتها وعلى نار قويه وخليتها تتقلى مليح. هنايا بديت نحركها هكا باش تتحمر كامل على كل جهه. هنايا وزدت لها شويه ملح والفلفل كحل. هنايا بعد ما تقلت مليح يا البنات راني غلقت عليها ونرجعها على نار تكون هاديه ضعيفه هكا لمده 15 دقيقه. هيا رجعت ثاني للبطاطا، قطعت 2 حبات نتاع البطاطا درتهم في البرمه، اضفت لهم الماء وزدت لهم شويه ملح هكا باش ما تجيش مسوسه صامته، وخليتها هكذاك طيب حوالي 5 دقائق. طيب البطاطا ما فيهاش الروح، طيب في ساعه. وهنايا رجعت لاكوط نتاعي بعد ما فاتوا 15 دقيقه، هاني نقلب في ليكوط نتاعي، نقلبهم على الجهه الاخرى ونعاود نرجعها على نار هاديه لمده 15 دقيقه وتكون واجده معنا. لكن سخصت شويه خليها هكذاك تتقلى على نار متوسطه حتى تطيب الزبده. هنايا رجعت البطاطا بعد ما طابت 5 دقائق، راني نزيد لها في لي زيبيز شويه تاني ملح وشويه فلفل احمر وشويه فلفل كحل والكركم. وبلا ما ننسى راس الحانوت يا البنات، راني حركتهم شويه وجبت بلاطو اللي درت له ورق كويسون، وثاني زدت شويه الزيت يا البنات على هذيك البطاطا. يتبان لي خاصو شويه لي زيبيز، راني نزيد في لي زيبيز ونحركهم نخلطهم شويه وندخلها للكوشه تتحمر وتجي مقرمشه. الله طيب من تحت ونزيد لها من فوق وتكون واجده معنا. والله طبق سهل ويوجد هكذاك في نص ساعه يوجد يا البنات بلا ما تتعبي بلا ما تشقي. هاني نوزعها للبرا تاعي وندخلها للكوشه طيب. وها هي واجده في صحن التقديم. شوفوا جات محمره وبنينه، الله تسخف شهيتكم في الجنه. البنات رافقتها مع هذيك البطاطا وشويه حميس وشويه سلطه تاع الرز. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وفي فيديو اخر السلام عليكم.